خلية النحل من الحاجات الحلوة اللي ممكن نعملها وتعجب اي حد ممكن ياكلها. تمام. شوفوا اللون الذهبي الحلو ده من فوق ومن تحت كده، وهشة وطرية، وتعتبر ايه يعني حاجة حلوة كده موجودة سريعة، ممكن يكون مكوناتها كلها عندك في البيت. يلا نشوف انا عملتها ازاي. جبت كوباية مية، تمام، وجبت باكت الخميرة بتاعي معايا. بدوب الاول الحاجات في كوباية مية، لكن انا لسه هستخدم بعد كده مية. دول يا جماعة 5 معالق سكر، لاني هعمل صينية كبيرة. على 6 معالق لبن بودرة هحطه دلوقتي. انا ضفت الخميرة والسكر و6 معالق بودرة لبن بودرة اهو، دوبتهم سوا كده. بدوب بس المكونات السايلة كده مع بعض عبال ما ابدأ ايه احط الدقيق، وابقى ازود مية تاني للعجن. تمام. اضيف بقى عندي بيضة، واحط عليها باكت فانيليا، واقلب برضو نفس المكونات بتاعتي بالمضرب كده لغاية ما اقلب البيضة معاهم. يبقى البيضة والخميرة والسكر وباكت فانيليا مع كوباية المية كده الاول مبدئيا. المية دي بس اللي استخدمتها عبال ما ازود تاني. نقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي، واضيف نص كوباية زيت. يبقى انا ضفت نص كوباية زيت على كمية الدقيق اللي انا هشتغل بيها. انا هضيف 6 كوبايات دقيق لان هعمل صينية كبيرة، يعني حتى لو فضل منها كده ايه كام كورة كده مش مشكلة، لكن ابقى بعملة بزيادة عشان اخد بس ايه كمية اللي هتكفي الصينية معايا. تمام. انا صينيتي كبيرة شوية، فتقريبا دول هيجوا الصينية، فمش هيزيد كتير يعني. ابدأ بقى اقلب المكونات بتاعتي دي في الدقيق كده. ابدأ بقى ايه الم العجينة بتاعتي كده لغاية ما ايه احاول المها كلها لغاية ما اخدها شوية على الرخامة. تمام. طبعا احتاجت حبة مية صغيرين، بحط مية اول باول كده يا جماعة عشان ما تطرش مني قوي. يعني زي ما احنا شايفين كده، انا الاول عجنت بكوباية مية اللي هي دوبت فيها السوائل، وباخد حبة مية اول باول كده صغيرين. طبعا ببقى مطلعة مكعب زبدة يفك من التلاجة، مكعب صغير كده. خطوة الزبدة اختيارية، عندك زبدة ضيفي، ما عندكيش براحتك. بتبقى العجينة بتلزق معايا شوية كده لان طبعا فيها البيضة وفيها السكر، فما تقلقيش منها. مكعبين الزبدة الصغيرين دول بيعززوا بس الطعم معايا، وزي ما قلت لحضرتك اختياري، عايزة تحطيهم تمام، مش عايزة بلاش. انا كنت مطلعاهم من التلاجة من قبلها بشوية لان ما ينفعش اسيحهم، انا عايزة اعجنهم في العجينة وهم زي ما هم كده. يعني انا سهل عليا ان انا اسيحها، بس هي بتبقى خدمة للعجينة ان انا احطها وهي ايه بحرارة المطبخ كده لغاية ما تشرب معايا العجينة بتاعتي كده وتبقى تمام. سيبها بس ترتاح شوية كده لان هسيبها تخمر تاني، وابدأ اشكل العجينة بتاعتي كور. طبعا انا بحشيها جبنة كيري. طب انا مفيش امكانية او ما عنديش جبنة كيري، فبجيب جبنة كيري سايبة. يعني سواء عندك المربعات اللي هي في العلبة، بنقطع المكعب بيه الربع في الكورة الصغيرة اللي حضراتكم شايفينها دي. ما عنديش جبنة كيري، بجيب جبنة كيري سايبة. فطيب هي هتسيب مني وانا بحطها او هتسيح مني جوه العجينة. رفعت العلبة شوية في الفريزر عشان اقدر اتحكم فيها وانا باخد جزء كده زي ما احنا شايفين، والم بيها الكورة. طبعا مش هكبر الكورة قوي لان العجين ده لسه بيخمر تاني وبياخد فترة عشان يتنفخ معايا، يبقى حلو كده شكله حلو في الصينية. لذلك انا مش بكبرها قوي، يعني بديها فرصة انها تخمر معايا. تمام. وابدأ اشكل كل العجينة بتاعتي بنفس الصينية كده وارصها زي ما حضراتكم شايفين، واسيبها تخمر شوية. بس بعد ما خمرت اهي بتزيد طبعا في الفراغات اللي انا سايباها بسيط. اجي بقى ادهن وشها لو عايزة وشها يبقى ايه مديك اللون الذهبي الحلو ده. ابدأ اجيب شوية لبن صغيرين كده واكسر فيهم بيضة على باكت فانيليا. اقلبهم بقى كويس كده بشوكة عشان البيضة تفك مني في الحليب، الخليط يتجانس معايا كده. تمام. وبفرشة كده، وابدأ اجي على الصينية بتاعتي وادهن الصينية بتاعتي بسيط كده بحيث يديك اللون الذهبي الحلو. مش عايزة تدهني فقرة البيض دي، ادهني بيض بتاع ده لبن بس. تمام. يبقى البيضة في اللبن حسب الرغبة. مش عايزة بيض حطي لبن بس. بعد ما دهنتها كلها كده هبدأ برضو شيء اختياري ان انت تزودي حبة البركة والسمسم. هو السمسم اساسي، حبة البركة اختياري، بتحبيها حطيها، مش بتحبيها خلاص. يبقى دي انا دهنتها اهو. ابدأ بقى احط سمسم. انا بفضل دايما اشتغل بالسمسم الابيض. وبعد السمسم كده بحط طبعا حبة البركة.
بيدي شكل حلو جمالي، وبعدين مفيدة برضو حبة البركة بنستفيد بيها انها موجودة في المعجنات بتاعتنا. فزي ما قلت لحضرتك اختياري. الصينية بتاعتي خمرت واندهنت وبقت جميلة هيت وتمام. اكون مسخنة بقى فرن البوتاجاز او فرن الكهرباء، الوسيلة اللي هتسوي فيها، مسخناها قبلها ب10 دقايق، وابدأ مشغلة المروحة في فرن البوتاجاز بحيث لما تحمر تديني نفس اللون بتاع الصينية كلها، نفس اللون في الوش. انا النهاردة سويتها فرن بوتاجاز، شغلت المروحة يوزع لي الحرارة كده بحيث اللون الاحمر يكون واحد في وش الصينية كلها. ببقى محضرة الشربات بتاعي او الشيرة بتاعتي، 2.5 كوباية سكر على 2 كوباية مية يغلوا غلوتين، احط ليمونة و10 دقايق واطفي، والشربات يبقى بارد. ابدأ اسقيها معايا كده واسيبها 10 دقايق عبال ما ابدأ ان انا احطها في اطباق، او اللي عايز بقى ايه يدوق. بس اتمنى تجربوها وتدوقوا بقى وتقولوا لي رأيكم. عجينة بتبقى حلوة وهشة وطرية، وبتبقى زي الفطاير الجميلة كده، بنقول عليها خلية نحل عشان هي بتاخد شكل الخلية زي ما احنا شايفين. دي كانت وصفة النهاردة. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، آرائكم بتعجبني يا جماعة سواء سلبية أو إيجابية. أتمنى أشوفكم على خير في فيديو جديد.